السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. طبعا عارفين النهارده هنعمل ايه؟ الحمام. يلا تعالوا معانا النهارده هعرفكم ازاي نعمل الحمام خطوة بخطوة، وازاي نفصل الجلد عن اللحم، وازاي نحشيه وما يتفتحش منك في الشوربة بتاعته، والرز ما يطلعش منه ويبقى متحمر بالشكل ده، وطعمه خطير وريحة جميلة تجيب الجيران من اخر الشارع. يلا بينا، يلا بينا نشوف هنعمله ازاي. اول حاجة هنجيب الحلة على النار، هنحط فيها ايه؟ حتة سمنة حلوة كده، وبعدين هنحط فيها بصل مبشور. البصل يا جماعة هنبشره، مش هنقطعه مكعبات. لازم الحشوة بتاعة الحمام لازم يبقى البصل فيها مبشور علشان يستوي ومبقاش ايه باين معانا في الطعم، هيبقى ناعم كده. تمام، هنفضل نقلبه كده لحد ما يدبل خالص في السمنة. تمام، لازم نفضل ايه نقلب فيه كده لحد ما يدبل يا جماعة في السمنة بتاعتنا. دلوقتي هنحط معاه القنصة والكوز بتاع الحمام، علشان دولت اكتر حاجة بياخدوا سوا في الحشوة بتاعتنا. لازم ياخدوا ايه سوا حلو، علشان المكونات كلها هتستوي وهي هتبقى نية، فبناخدها هي في الاول تستوي معانا قبل ما نحط المكونات التانية بتاعتنا. تمام، هنوطي عليها بقى ونسيبها كده تستوي شوية مع البصل. خلاص كده سيبناها خدت نص سوا، نكون احنا بقى ايه غسلنا كوباية رز وصفناها وسيبناها تصفى. دلوقتي هنحطها مع البصل والقنص، هنقلبه برضو. لازم نقلبه كويس جدا علشان يتغلف بالمادة الدهنية بتاعتنا. طبعا مش عارفة اقلب معاكم لان انا ماسكة الكاميرا بايد وبشتغل بايد، فهقلبه كويس وهرجع معاكم. كده قلبته زي ما انتوا شايفين اتقلب كويس اهو. نتأكد ان كل الرز كله اتغلف بالمادة الدهنية بتاعتنا. هنبدأ دلوقتي هنحط له التوابل اللي هتديله اللون الحلو زي ما بنجيب الحمام من بره. هنحط ايه؟ فلفل اسمر، بابريكا، قرفة، 7 بهارات وملح. نحطهم برضو ونقلب كويس برضو. لازم نتأكد طبعا ان الرز كله خد اللون اللي احنا عايزينه زي ما انتوا شايفين اهو. يتقلب كويس لحد ما كله ياخد اللون، لون واحد يعني. ماشي، هنبدأ نكون احنا بقى ايه بشرنا طماطمايه، نبشر طماطمايه ونحطها مع الخليط. حطينا الطماطمايه المبشوره، هنقلبها بقى يا جماعه كده، نقلبها كويس برضو مع الخليط بتاعنا. ماشي، هنفضل نقلب فيها. طبعا لاحظوا ان انا ما حطيتش ميه خالص للحشوه ديت يا جماعه. هو استوى كفايه قوي، الطماطميه اللي احنا حطيناها بيستوي نص سوا، هيكمل سوا بقى مع الحمام. انا طبعا هنا حطيت الكبده بتاعه الحمام، بس مش عارفه ما صورتش ليه وانا بحطها. احنا حطيناها علشان ياخد معاه ايه 5 دقايق كده مع الرز ومع الخلطه دي، تستوي ايه نص سوا هي كمان، علشان هنحشي بقى ايه الحمام يكمل سواه. في الحمام ما بسويش الرز قوي يا جماعه ولا بحط له ميه زي ما انتوا شايفين. هنبدا بقى ان احنا نحشي الحمام مع بعض. الحمام لازم نفصل الجلد عن اللحم زي ما انتوا شايفين كده، من عند الزور نفصله من كل ناحيه. تمام،
زي ما انتوا شايفين كده، ومن تحت نفصله كده يا جماعة. ماشي. الجناح ده بقى بندخله زي ما انتوا شايفين كده، بندخله من هنا والناحية التانية كمان. نبدأ بقى ناخد الحشوة بتاعتنا، نبدأ بقى هنحشيه مع بعض. طبعا بنحشيه، هنبدأ من عند الزور. ماشي يا جماعة، بنحشيه من عند الزور من هنا، وبعدين نحشيه من تحت من القلب جوه، وهنحشي برضو بين الجلد واللحم. بس ايه، مش هنحشيه طبعا قوي علشان ما يفرقعش مننا. لازم نسيب مساحة ان الرز لسه ما استواش، فما يستوي هينفش. نسيب مساحة للرز لما ينفش ما يقطعش الجلد معانا. تمام. اتحشى اهو. طبعا انا بوزع ايه الحشوة جواه كده اهو، مش ملياه قوي يا جماعة، سايبة مسافة علشان لما يزيد ما يقطعش ايه الحمام. طبعا انا بزعل جدا ان الحمامة تتقطع والحشوة تخرج منها، لان الحشوة طعمها روعة يا جماعة، فبنحافظ عليها علشان ما تتقطعش. بنحط بقى من تحت هنا الكبدة والقنصة، بنقفل بيها من تحت علشان الحشو ما يطلعش. زي ما انتوا شايفين الحمامة اتنفخت اهي، وهنيجي نكتفه دلوقتي. كتفه ازاي؟ الفتحة دي يا جماعة شايفينها، الفتحة اللي بتبقى من تحت دي هندخل فيها رجل الحمامة، هندخل رجل واحدة. تمام. هندخل الرجل دي زي ما انتوا شايفين اهي. الرجل التانية بقى مش هندخلها في نفس الفتحة علشان الجلدة ما تتقطعش، هندخلها زي ما انتوا شايفين. الناحية دي تطلع من الناحية دي زي ما انا ماسكاها كده، ما نحطهاش من هنا عشان ما تتقطعش، هندخلها تطلع من ايه، من الناحية دي زي ما انتوا شايفين كده. تمام. كتفت الحمام اهو. طبعا بنشيل اي رز، لو عليها رز من بره بننضفها، نشيل اي حاجة زايدة زي ما انتوا شايفين اهي. انا حشيت اول حمامة وعملت جناحها زي ما انتوا شايفين اهو. هبدأ انا بقى ايه احشي بقية الحمام اهو، فاصلة الجلد عن اللحم زي ما انتوا شايفين، وهعمل الجناح زي ما بنعمله وهرجع لكم. هنا حشيت اهوت الحمام الباقي. طبعا نكون احنا بقى ايه ولعنا على المية وفيها بصلة وورق لورا ومستكة وحبهان. نبدأ نسقط الحمام واحدة واحدة زي ما انتوا شايفين. لازم المية تكون بتغلي يا جماعة قبل ما نحط الحمام، لازم المية تكون بتغلي زي ما انتوا شايفين كده. ماشي. هنبدأ نحط الحمام، حطيناه اهو، هنسيبه بقى ياخد سواه. لما يستوي بنعرف السوا ازاي؟ من عند الجناح يا جماعة، بنشد جناح كده، اتشد معانا يبقى خلاص تمام. هياخد من ساعة الا ربع ساعة الا تلت لحد ما ياخد سواه خالص، ونرجع نشوف مع بعض هنحمره ازاي. طبعا الخلطة اللي اتبقت مش هنرميها طبعا، هنسويها، هنحط لها معلقتين مية زي ما انتوا شايفين، وهنسويها وهناكلها برضو، مش هتترمي. مفيش حاجة عندنا بتترمي الحمد لله. اللهم صل على سيدنا محمد. دلوقتي بقى ايه، هنغطي عليه ونسيبه يستوي براحته. تمام. الحمام استوى معانا اهو، وهنبدأ نطلعه من الشوربة واحدة واحدة واحنا بنطلعه علشان ما يتفتحش مننا، عشان لو عاملين عزومة ولا حاجة يا جماعة الحمام لازم يكون شكله حلو
وهو بيتقدم لايه للضيوف. نحافظ عليه كده علشان يبقى شكله ايه حلو قدامهم. تمام. هنبدأ هنا بقى ان احنا اهو شوفوا، هو انا بشوفه ايه، هو استوى من الجناح، من زي ما انا شديته كده اهو اتفتح اهو يا جماعة زي ما انتوا شايفين، بس هو سخن مش عارفة امسكه اهو. الجناح اتشد يبقى خلاص استوى الحمد لله. صينية مدهونة سمنة بلدي اهي دهناها. جبت معلقة سمنة بلدي وطماطماية مبشورة، وهبدأ ادهن الحمام من كل ناحية علشان ادخله بقى ايه يتحمر، ياخد الحمار التحمير الحلو في الفرن. ندهنه من كل ناحية، والجناح كمان لازم ندهنه. اكون انا بقى محضرة الفرن ومشغلاه يسخن، وبعدين هدخل الحمام. دهنت اهو يا جماعة قدامكم، وادخله الفرن واتحمر زي ما انتوا شايفين تحمير جميل جدا. والله يا جماعة طعمه خطير خطير، جربوه بالطريقة دي مش هتندموا. الخلطة طعمها روعة ومش معجنة ولا اي حاجة، والحمام سواه جميل جدا، ولا اتفتح معانا ولا حصل له حاجة الحمد لله. الحشوة جميلة وشكله وتحميره ما شاء الله، وبألف هنا.